الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قبل أن أبدأ في حلقة اليوم، عزائي الخالص لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في وفاة أخيه الشيخ ناصر بن زايد. نسأل الله المتوفى رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعل حفرة من حفر النار. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين، وأجرهم خيرا يا أكرم الأكرمين، وارحمه وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، سعة الرزق وضيق الرزق، سعة الأرزاق وضيقها، هذا موضوع يعني يهتم به الجميع ويتساءل عنه الجميع. فالكل يتساءل: لماذا تمحق البركة من الرزق؟ لماذا 1000 لا تكفي، وال2000 لا تكفيان، وال5 تطير في الهواء هباء منثورا، وتتبخر يعني بركة الأموال وبركة الأولاد وبركة الأزواج والزوجات وبركة العمر، بركة الوقت، بركة الأعمال؟ ما الذي يضع البركة في الأمر والسعة، وما الذي ينزعها ويجعلها ضيقة حتى وإن كانت كثيرة، وقليلة حتى وإن كانت ضخمة أو يعني بأعداد وفيرة؟ ما الذي يعني يوسع الأرزاق ويضيقها؟ والسؤال الذي أطرحه في البداية: هل الرزق كما يعلق في ذهن الكثيرين هو المال؟ يعني هل المال هو الرزق؟ عندما نقول فلان رزق بكذا أو رزق، دائما ذهني يصل إلى أن هذا الإنسان رزق مالا. أما أن رزق مثلا عبادة، رزق حفظا لكتاب الله، رزق يعني مثلا علما في تخصص معين، رزق هداية، رزقت فلانة بحجاب بعد أن كانت غير ملتزمة بالحجاب. كل هذه الأمور سبحان الله يتساءل الإنسان عنها ما هي، أو يعني يظن الإنسان أن الرزق هو المال فقط، ولكن الرزق بمعناه الواسع الذي وضحته آنفا. لكن القضية الأهم يعني ما الذي يضع البركة في الرزق؟ يعني أنا الآن أريد لنفسي ولكل المشاهدين والمشاهدات أن يبارك الله لنا في أرزاقنا، أو أن يوسع في أرزاقنا. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبل يوضحان قضية مسألة التقوى، ومسألة كما قال عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لماذا كل واحد منا يشكو ضيق الرزق؟ لأنه ما رضي بما قسمه رب العباد عز وجل، بل على العكس. علماؤنا علمونا أنه يجب علينا أن ننظر في الدنيا إلى من هو أقل منا. يعني من كان يعني يملك 3 يقول إن فلانا يملك 2 فقط، ومن كان يملك 2 يقول إن فلان يملك 1 فقط، ومن كان يملك 1 يقول إن فلان لا يملك. فلان يعيش في 2 لكن إن يقول من الواجب يعني يقول إن فلانا يعيش في غرفة واحدة، ومن يملك غرفة واحدة 4 جدران وسقف يقول إن كثيرا من المسلمين في بقاع الأرض وكثير من المشردين في بقاع الأرض إما أن يجد خيمة ينام فيها ويتقي فيها أذى الحر والقر، أو أنه لا يجد خيمة وإنما سبحان الله يسكن الشوارع، أو يلتحف أو يفترش الأرض ويلتحف السماء. إذن قضية أن المسلم الصادق ينظر في الدنيا إلى من هو أقل. كارثة الكثيرين من يسكن في غرف 3 ينظر إلى من يسكن في 5، ومن يسكن في بيت مستقل ينظر إلى من يسكن قصرا، ومن يملك قصرا ينظر إلى من يملك قصورا، وهكذا. فإذا هنا يضيق الرزق في يديه
وفي عقله وفي ذهنه، ويقر في قلبه ان فلانا افضل من هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اذا اول شيء يوسع الرزق ان ارضى بما قسم الله لي، فاذا رضيت ما قسم الله لي انتهت المشكلة. اضرب مثالا اخر. كثير من الازواج مثلا له عين تزوغ هنا وهناك، يعني لا يغض البصر، فكلما رأى في الطريق، لأنه صاحب نظر وللأسف الشديد، يقول والله هذه أفضل من زوجتي، هذه أجمل من زوجتي، فكلما رأى شيئا احتقر أو قلل من قيمة ما ملكه رب العباد من زوجة مطيعة تتقي الله تحترمه تجله تبتسم في وجهه سبحان الله، أو في الطرف الآخر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يصبر عليه. لكن عندما ينظر إلى هذه وتلك ويقارن بين زميلته الموظفة التي تحسن الكلام معه وتتأدب معه وتخفض صوتها وتطلب منه الشيء بأدب جم، فيقارن ويقول سبحان الله أين هذه من زوجتي التي تنهر والتي ترفع صوتها والتي تصدع، فيستقل نعمة الله عليه. هنا الإنسان لو غض بصره أطلق الله له بصيرته وقنعه الله بما أتاه. هذا في كل أمر من الأمور. إذا في الدنيا انظر الى من هو اقل. نفرض جدلا انسان فقد مثلا الله يشفي كل مريض نعمة معينة من نعم الصحة، فقد نعمة البصر او نعمة السمع او نعمة القدرة على المشي، لكن ينظر الى من هو اضعف ويقول ان فلانا لا يرى ولا يسمع، انا ربما لا ارى ولا اسمع لكنني اتكلم، فلان اخر عنده مرض في الحنجرة سبحان الله عضال لا يستطيع ان نسمع صوته او نسمع حشرجة منه، انا اتحرك فلان لا يتحرك، انا لا اتحرك ولكن استطيع ان اقوم باعمال طيبة واحفظ من كتاب الله واتقي الله رب العالمين وانا عنصر جيد في المجتمع ولا يعوق نفسه عن عمل الخيرات. اذا قضية سعة الرزق وضيق الرزق انما هو في ذهن العبد نتيجة انه قطع الصلة بينه وبين الرزاق سبحانه. يعني مثال الله عز وجل يقول على لسان سيدنا نوح وقلت استغفروا ربكم. طيب هذا كلام من سيدنا نوح لقومه والكلام لنا جميعا. انه كان غفارا، اذا لما تستغفر يغفر. طيب انه كان غفارا، ماذا من نتيجة الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، اذا الامطار، فاذا قل المطر فاعلم ان هذا بذنوب العباد واعلم ان العباد ما استغفروا سبحان الله. ويجعل لكم اموال، يعني الله سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. الله، طب ما هو المال الله يمد للمؤمن وللكافر للطائع وللعاصي، لا يمدكم بالبركة في الاموال. يعني يضع رب العباد من اثر الاستغفار البركة في المال، فيصير الدرهم ب10 ويصير الجنيه ب1000 ويصير الدولار ب1,000,000. لكن الانسان لما تنزع منه البركة 1000 لا يساوي جنيه واحد وال10,000 لا تساوي درهمين. لماذا؟ لان البركة غير موجودة، البركة غير موجودة. ولذلك سبحان الله المال يزيد يعني على كثرة الانفاق. كل ما انفق من المال في سبيل الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في المال. اكنز المال سبحان الله والعياذ بالله كما قال علي يا بؤس البخيل. البخيل ماله؟ يعيش عيشة الفقراء ويحاسب في القبر ويوم القيامة حساب الأغنياء. ترك المال لمن يستمتع به وهو يحاسب على صغير الأمر وكبير. ما التركة حلال أيا كان مصدرها، التركة حلال، ما تركته يصير حلالا لأولادي، لكن أنا الذي أحاسب من أين جئت به وفيما أنفقته وهل هو من حل أو من حرام. المسألة هنا مسألة رهيبة جدا، لأن الإنسان سوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ادي المطر، والدنيا لا تعيش بدون ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويمددكم باموال وبنين. طب ممكن انا امد بالبنين وممكن بالبنين، يعني بنين وبنات، يعني ممكن امد بالبنين والبنات ولكن البركة تنزع منهم فيصير الولد عاقا والبنت متمردة متأبية، كل ما تأمرها امها او ابوها او سبحان الله بعد ما تتزوج زوجها سبحان الله تتأبى وتتمرد سبحان الله. اذا اموال وبنين اي يضع البركة ايضا في البنين والبنات. الولد مطيع سبحان الله سلس سهل، طلباته قليلة نفقاته قليلة. لان دائما اقول الولد لما يلتزم
بالاسلام بحقة الاسلام. والبنت لما تلتزم كمان من فضل الله على هذا الاب والام اللي احسنوا التربيه، الاولاد طلباتهم ومطالبهم للاب والام مطالب محدوده في حدود امكانيات الاب والام. لكن بعض الاولاد يكلفوا الاباء فوق الطاقه. لماذا؟ لان اما ان المال فيه شبهه، اما ان المال فيه حرام، اما ان الرجل لم يتق الله، اما ان الام لم تتق الله، اما الاب والام ليسوا على قلب واحد، اما ان سبحان الله كلاهما لا يتقي رب العباد عز وجل. عندئذ تنزع البركه، يتمرد الولد، لا يصلي، البنت ترفض الحجاب، الولد والبنت كذب وغيبه نميمه، تضيع وقت على الشات ومش ما ادري من هذه الامور والانترنت، ويدخل في متاهات سبحان الله. ولكن الولد عندما يتقي الله هذه ثمره من ثمرات تقوى رب العباد من الاب والام. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اذا قضيه سعه الرزق تبدا من ايه؟ من تقوى رب العباد سبحانه وتعالى، ان يتقي العبد رب العباد عز وجل. فاذا اتقيت انا رب العباد خلاص. طيب تعال للتقوى. التقوى سبحان الله العظيم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ما النتيجه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا بماذا؟ كذبوا بما جاء به رب العباد عز وجل، كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. لو ان صحابيا دخل الى مجمع مثلا جامعه من الجامعات او مؤسسه من المؤسسات او مصلحه من المصالح، وراى مثلا 20 موظفه لا تضع احداهن على راسها الحجاب، ماذا يقول الصحابي؟ يقول هل انا عند مسلمين ام هؤلاء غير مسلمين؟ ما الفرق بين المسلمه وغير المسلمه؟ اذا جاءت صلاه المغرب وراى كل الناس جالسين هكذا، او صلاه الظهر او العصر اثناء العمل وكل الموظفين جالسين هكذا، سوف يقول في نفسه اكيد هم غير مسلمين، لانهم غير مكلفين بالصلاه. الصلاه لا يكلف بها الا مسلم، من ضمن شروط الصلاه الاسلام. فهو اذا هؤلاء غير مسلمين. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ازمه الغذاء العالمي المصطنعه هذه اصطنعها الكبار لاحتقار الصغار. لماذا؟ لان الصغار ما اتقوا رب العباد فسلط عليهم الله رب العباد الكبار. في الدول الغنيه سبحان الله ترمي البطاطا والبطاطس والمنتجات والذره والقمح ترميها في البحر. لماذا؟ لان لو نزلتها في السوق الاسعار تنخفض، والمليارديرات واصحاب الملايين من رؤوس المال الضخمه في العالم الاول كما يقولون لا يريدون ان تنخفض الاسعار، لان في خفض الاسعار يزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا. اما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عام بامطر من عام، يعني ما فيش سنه مطرها اقل من سنه، انما المطر متساوي، لكن يزداد في النقطه الفلانيه ويقل في البلد الفلاني. نتيجه ماذا؟ نتيجه اهل التقوى لم يستغفروا رب العباد ولم يتقوا رب العباد. لماذا؟ لان معادله. ولو ان اهل القرى الناس في العالم ان القرى سبحان الله امنوا واتقوا، النتيجه ايه يا رب؟ الا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يحصل ايه؟ يحدث سعه الارزاق. فتحدث سعه الارزاق عندما نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك كيف تنزل الرحمه؟ الله عز وجل يقول واتقوا الله لعلكم ترحمون. لما اتقي الله الله يرحمني. بما؟ يعني يسع في رزقي. اذا وسع في الرزق سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى يضع البركه في كل شيء من حولي سبحان الله. ولذلك عبد الرحمن بن عوف لما هاجر امه اخذت كل ما يملك، فماذا صنع؟ هاجر ومعه 4 دراهم ما في غيرهم، واحد معاه 4 دراهم، وقال لاخيه الانصاري دلني على السوق. ضحك الانصاري. السوق في هذا الوقت في المدينه كان يحتلوا اليهود، اصحاب الملايين في المدينه في هذا الوقت كانوا اليهود. فضحك الانصاري وقال اين تذهب؟ تروح فين وسط الثروات الهائله واصحاب رؤوس المال الضخمه والتجار الشطار من بني اسرائيل، يعني اين تذهب؟ فعندئذ قال له دلني على السوق. ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي بالبركه وقال اللهم بارك لابن عوف في صفقه يمينه، فوالله ان عندي من اليقين ما لو وضعت يدي تحت حجر لاخرجت دينارا من الذهب. عنده يقين ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه لو وضع يده تحت الحجر يطلع له دينار ذهب. سبحان الله. دله على السوق. تاجر عبد الرحمن بن عوف وصار احد اصحاب الملايين في المدينه،
ولما مات ورثت زوجته الرابعة 2 مليون دينار من الذهب، حتى ان التركة كسروها بالفؤوس لان سبائك من الذهب، حتى مجلت ايدي الرجال عشان يقسموها، يتركوها بالفؤوس عشان يقسموا الذهب على الايه، على الورثه، لدرجه ان ايادي المكسرين والمحطمين للسبائك وللاموال التي تركها عبد الرحمن بن عوف يعني جرحت ايادي الذين قسموا هذه التركه. فزوجته الرابعه اخذت 2 مليون دينار من الذهب وهي لها ربع الثمن، يعني 1 إلى سبحان الله 32. يبقى اذا نستطيع ان نحصي تركة عبد الرحمن بن عوف في هذا الزمن 64 مليون دينار من الذهب من 1500 او 1400 عام. سبحان الله، تخيل انت هذا الرقم المذهل وهذه التركة الضخمة وهذه الميراث العظيم الكبير، بما بدأ ب4 حلال وتاجر وتعب، وسبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى هو الايه، هو الرزاق. اذا قضية ان يعتمد الانسان على رب العباد سبحانه وتعالى في مسألة الرزق وسعة الرزق انما بالاستغفار وتقوى رب العباد عز وجل. دي العمودين الاساسيين او الركيزتان الاساسيتان في سعة الرزق. لكن انا اريد ان اطرح سؤالا وسوف اجيب عنه ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. ما السؤال؟ الكل يشكو من ضيق الارزاق ومن غلاء الاسعار في العالم كله، وبالذات نحن نركز على المسلمين، انه سبحان الله يقول انا الاسعار غاليه وانا لا استطيع ان ادفعها، يعني وبعدين بعض الناس يكلفون انفسهم فوق الطاقه. فما هو العمل الايجابي المرتب من افواه العلماء الذين يقتبسون من الكتاب والسنه وسيره السلف الصالح؟ هي الروشته او الوصفه مش السحريه، الواقعيه من الكتاب والسنه، حتى نصل او نحصل على البركه في الرزق. كيف تتسع ارزاقنا؟ كيف نهدي او يهدي رب العباد ابناءنا او بناتنا ازواجنا وزوجاتنا وكل الناس الذين يعيشون على هذه البسيطه؟ ما هي ما هو العامل الاساسي لسعه الرزق؟ هذا هو موضوع تكمله حوارنا وحديثنا، ولكن بعد الفاصل كونوا معي كي نتحدث عن سعة الرزق. اللهم وسع لنا ارزاقنا وبارك لنا فيها حتى وان كانت قليله، وبغضنا الى الحرام وابعدنا عنه حتى ولو كان كثيرا يا رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل نكمل عن سعة الرزق. اهلا وسهلا، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن سعة الرزق. فاللهم بارك لنا في ارزاقنا واقواتنا يا رب العالمين. هناك بعض المعوقات الكثيرة التي نضعها امام قلوبنا ونحجز بها هذه القلوب عن نور رب العباد سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن عندما يتحدث عن مسألة الرزق ينظر الى هذا السلف الصالح، يقول احدهم لو كانت الارض من فضة، لو كانت السماء من فضة، لو كانت السماء من فضة والارض من حديد. سبحان الله، يعني السماء فضة والارض حديد، والسماء لا تمطر قطرة من مطر، والارض لا تنبت نبتة من زرع، ولما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي ان الله سوف يرزقهم. هذا كلام اليقين، هذا كلام عبد عنده يقين. لماذا؟ الانسان يظن انه يرزق نتيجة عقله ونتيجة سعيه وكده وعلمه واجازاته العلمية ومخه وذكاء وعبقريته والى اخره. لا 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 لا، الرزاق هو الله، ونحن ما علينا الا ان نسعى وان نطرق ابواب السعي. هذا امر يعني امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سبحان الله واليه النشور. اذا قضيه ان اسعى وان ادب في الارض وان ابحث وان يعني افعل وان اعمل دراسات جدوى ويعني واوجد قنوات لانتاج الخير، هذا شيء طيب. ولكن لو كانت القضيه بالعقل والعلم، طيب كيف كنت ارزق وانا جنين في رحم امي؟ هذا سؤال. كيف ارزق وانا ضعيف بعد ولادتي، ربما مغمض العينين، ولكن عندما تلقم الام ثديها لرضيعها يلتقم، وهذه صورة من صور الرزق. من سبحان الله، ثم يعني تنبت لك الارحاء والاضراس وسبحان الله والانياب،
وتبدأ تتعلم المضغ، وسبحان الله مما ترى من الأم عندما تأكل أمامك، أو الأب سبحان الله، أو المحيطين بك. ثم بعد ذلك تدب على الأرض، تحتاج إلى معين. والطفل الإنساني هو أضعف طفل مخلوق على مستوى العالم. يعني أي طفل آخر، الفرخ الصغير كتكوت يطلق يخرج من البيضة، فرخ، وجاء البيضة تفكس، يقف ثواني، مفيش دقائق، يبدأ ينقر في الحب، سبحان الله العظيم. او بعض الامهات من الطيور او الاباء يبتدي ايه يعني يزق له ايه الطعام زقا، سبحان الله، يبتدي هو يتعود لوحده في مده قليله جدا. عزكم الله، ينزل فصيل الناقه، الجمل الصغير فصيل، او العجل من بطن امه، من البقره او من العجل الجاموس او اي سبحان حيوان. اول ما ينزل يقف على اربع، اول ما يشوف امه سبحان الله وهي تلد وحدها في الغابه وفي الزريبه في اي مكان، سبحان الله، يبدا في رفع فمه ليرضع من يعني ضرع امه. شيء يعني يجعل الكافر يعني يوحد الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانها صوره من صور رحمه الله، صوره من صور رزق الله. ما الذي سعى به سبحان الله؟ ولو كانت الارزاق تجري على ذي الحجه، لو كانت الارزاق موكوله بالامخاخ والعقول والذكاء، اذا لهلكت من جهلهن البهائم. البهائم تموت ولا تجد ايه من يطعم. اذا القضيه ليست قضيه ايه سبحان يعني وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب، سبحان الله. يعني اذا القضيه ليست ايه لا دخل لها بمسألة الرزق، هذا لا دخل له بالذكاء وعدم الذكاء، لا 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 لا. بس في قضيه انا عندما اجد ان الرزق يتبخر او المال يعني يسرع تبخره من يدي، لابد ان اعيد حساباتي. ما هي حساباتي؟ انا قلت في بدايه هذا بعد الفاصل، لان فيه حواجز اضعها انا او يضعها البعض على قلبه تصير كران، هي التي تمنع البركه من الرزق. اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يقول في قضيه ان من افضل الناس ومن اشر الناس؟ سبحان الله، مين افضل الناس عند الله سبحانه وتعالى ومين اشر الناس والعياذ بالله رب العالمين؟ الا انبئكم بخياركم؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال الذين اذا رؤوا ذكر الله تعالى. اول فيه ناس نراها نذكر الله. يقول لك محمد بن سيرين كان عليه من النور والبهاء ان لما كان يخرج من بيته الى المسجد والناس تراه سبحان الله تسبح الله عز وجل من مخايل النور التي على وجهه. وكان الحسن البصري ادم البشره، اسمر قريب الى السمره يعني، وكان اول ما يجلس في الدرس عليه بهاء ونور عجيب. يقولون يا بصري عهدناك ادم البشره، ما هذا الذي عليه؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. طب ده اهل الخير. طب النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا مقياس للفريق الاخر. الا انبئكم بشراركم؟ من يا رسول الله؟ المشاؤون بالنميمه، اللي يوقعوا بين الناس بعضها سبحان الله والعياذ بالله. المفسدون بين الاحبه، لا اله الا الله، يفرقوا بين الناس بعضها. ثم الباغون البراء العنت، يعني عايزين يلصقوا بالناس البريئه صفات ليست فيها سبحان الله. او الملتمسون للبراء العيب في روايه اخرى، يبحث عن عن اي عيب، نسال الله السلامه. لذلك تجد فلتان السنه الناس في اعراض الناس، هذا يمنع البركه طبعا يمنع البركه من الرزق سبحان الله العظيم. ولذلك ان سبحان الله العظيم الانسان يجب ان يعالج هذه الامور. اول شيء الا يمشي بين الناس بالنميمه، هذا امر. الا يلتمس للبراء العيب، هذا امر. يعني لا يفسد بين صديق وصديقه، او هي لا تفسد بين اخت واختها ابدا. وانما الناس المسلم ده عباره عن بلسم، عباره عن عن مطهر يطهر جروح الفرقه، او انسان عباره عن دواء يعالج امراض القلوب وامراض الجوارح وامراض الالسنه سبحان الله العظيم. فالانسان عندما يريد ان يتحدث عن سعه الرزق لازم يشيل الموانع او يحذف الموانع التي تمنع سعه الرزق. مثلا تجد بعض الناس من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. تجد الناس قاعده تتكلم فلان دخل في البورصه وربح كذا،
وفلان باع البنايه او العماره او الارض الفلانيه بكذا، وفلان اشترى لولده كذا. طيب بالله عليك، ما الذي استفدته انت من انك ادخلت قصه الناس في مجلسك؟ لماذا؟ انت هذا امر لا يعنيك. فما الذي ادخل فلان وفلان وفلان الى المجلس وهو غير موجود؟ وربما يدخلك هذا الامر في غيبه، لان تركك ما لا يعنيك سبحان الله، عندما لا تترك ما لا يعنيك تدخل فيما لا يعنيك ايضا بان تتحدث عن فلان وفلان وفلان. طب اذا تحدثت عن فلان وشغلت نفسك بالكلام عليهم، ادخلك هذا ربما في الغيبه، ادخلك في ان ايه، قد تحسده. قد يدخل الشيطان يقول الله سبحان الله، ده هذا انسان مخه محدود، ده كان في المدرسه انا الاول على الصف وكان الاخير، ده كان يرسب وانا انجح، حتى لم يفلح في التعليم الفلاني او التعليم العلاني، ده بالعكس ما الذي يرزقه هكذا وانا سبحان الله العظيم ال 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 الرزق عندي ضيق. هكذا العبد والعياذ بالله. اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. سبحان الله. ايه كمان الموانع اللي نضعها؟ الناس الان تتسلى في باعراض العلماء، واعراض العلماء لها حرمه. ويقول ابن الجوزي يعني ان لحوم العلماء مسمومه، وسوء خاتمه منتقصيهم عند الله معلومه. سبحان الله العظيم. ايضا قله التفاعل والتلاوه والتعامل مع كتاب الله عز وجل. قاعدين 3-4 ساعات نقرا في الجريده فقط ونترك المصحف، قاعدين 3-4 ساعات ندردش في فلانة باعت وفلان اشترى وفلان ذهب وفلانة طلقت وفلانة تزوجت، ونشغل انفسنا بهذا ولا نشغل انفسنا بما يعود على الامه بالخير. طب بالله عليكم، انا اريد ان يسال كل واحد منكم اليوم نفسه سؤالا، رجلا كان ام امراه، ما الذي سوف اقدمه للاسلام اشعر ان انا قدمت للاسلام شيء؟ ايه اللي قدمته للاسلام؟ واحد يقول لك والله انا تعبت وعندي 4 من الأولاد سهرت عليهم حتى وأكلت أطعمتهم وسقيتهم وكسوتهم ودخلتهم أحسن المدارس. طب عليه ماذا قدموا للمجتمع؟ ماذا قدموا؟ ماذا قدمت أنت وهم؟ عبارة عن إنسان محدود سبحان الله. لكن يعني هل سبحان الله شحنت فيهم حب الدين، حب العلم، حب القراءة؟ احنا أمة اقرأ مصيبة لا تقرأ. عندنا كراهية، اولادنا وبناتنا عندهم كراهيه مطلقه للكتاب. اول ما يرى كتاب سبحان، لكن لما يرى ثياب سبحان، انظر الى المكتبات والكتب اللي فيها، وانظر الى الثياب والاغراض الاخرى والمجوهرات والاشياء دي في محل بجواره. انظر الازدحام على هذا، وان بتاع المكتبه قاعد بالساعتين ما يمكن يجيله النخرس من قله الحركه، او يجيله تضخم في اقدامه من انه لا يتحرك، قاعد بس ايه ينفض التراب والغبار عن الكتب، لان الكتاب عدو لامه اقرا، مع انها امه الله يقول لها اقرا. كل واحد لنا، ليس الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا، اقرا باسم ربك الذي خلق. هذه القراءه نحن لماذا كره ابناؤنا القراءه؟ يقول لك انا لا احب القراءه. طب حاول. طب ما يمكن انا لا احب الرياضه لكن نحاول. طب انا لا احب الرياضه، بعد شويه يجي لي تصلب شرايين ويجي لي تخمه ويجي لي سمنه ويجي لي امراض سبحان الله. طب بالتدريج نقرا الاول صفحه، وبعد اسبوع نقرا صفحتين، بعد شويه هنحب القراءه سبحان الله. لكن بعض من ابنائنا عامل بالضبط زي ايه، واحده تقول لبنتها او ابنها ذق هذا الطعام، لا انا لا احبه. يا ابني بالله عليك، لا. طب يعني عشان يعني انا اكون راضي عنك او راضي عنك يا بنت، يمسك الولد اللقمه او الشيء من الطعام ويكشر عن جبينه طب بالله عليك كيف يرى هذا الطعام جميلا؟ هكذا ابناؤنا مع موضوع القراءه. نحن نريد ان نقول فلنحبب انفسنا في القراءه. كان الاصمعي اديب العربيه او ابن المقفع لما كانوا يحبوا يستريحوا من عناء العلم يروحوا عن انفسهم. كيف كانوا يروحون عن انفسهم؟ والله شيء لما نقرا وارى ابنائنا وبناتنا الواحد يحزن. ماذا يصنعون؟ كان لما يحب يستريح من عناء العلم ماذا يصنع؟ كان يرتب الاوراق ويبرد الاقلام ويجهز المحبره وينفض الرمال عن الاوراق وعن الكتب التي يؤلف، فهذا ترويح للنفس، ثم يعود الى الايه؟ الى القراءه مره اخرى. وخير جليس في الزمان كتابه، كتاب لا يغتابك وهو صاحب، وبعدين كاتم لسرك، وبعدين تستفيد منه. ما فيش كتاب في العالم اذا قرأت منه والا يعود عليك بالفائدة. والعقل الانساني زي الجسد، المخ زي الجسد. الجسد لو انتهيت قعدت سنة لا امارس رياضة يترهل
ويتصلب. هكذا المخ العقل. ذلك الصيف قادم على ابنائنا وبناتنا ان لم يستغل الشهرين والثلاثه القادمين بان الاولاد دائما القراءه. الاولاد يكتفوا بالمعلومه الجاهزه، عايز اخدها من فم معلم، عايز اخدها من صفحه حاسب آلي او صفحه الانترنت او غيرها. نحن لا ننكر هذه التقنيات الحديثه، ولكن مع القراءه شيء يتفاعل الانسان. سبحان الله العظيم. وقلت من قبل ان ساعه واحده امام شاشه التلفزيون تجهد العين اكثر من قراءه 8 ساعات متواصله في كتاب بحروف صغيره. هذا الكلام اكرره دائما، هذا الكلام اهل العلم واهل الطب. فنحن هل عندنا من الاستعداد ولابنائنا في الصيف ان نستفيد اكثر؟ ايضا اللي ينزع البركه من الرزق الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامه. اي ظلم ينزع البركه من. شوفوا الناس اللي ظلموا اولاد اخوانهم واخواتهم في قضيه مواريث او قضيه ارض او قضيه شركات او استيلائهم على اشياء تركها الاب او تركتها الام، ويظن ان هذه شطاره وان التجاره شطاره وان الانسان بالنهب والسلب يستطيع ان يعيش. هذه تقلل وتنزع البركه من الرزق ومن الاولاد ومن الزوجات. سبحان الله، تنزع البركه من العمر كله. ايضا سبحان الله العظيم مصيبه اللي موجوده في بعض المجتمعات الاسلاميه، مصيبه الرشوه. الراشي والمرتشي والرائش في النار. ونحن للاسف نشجع في بعض البلاد العربيه والاسلاميه الموظف المرتشي ان يمد يده. سبحان الله العظيم. لا، ده من واجب الانسان يتقي الله رب العالمين. وانا اتعلق يوم القيامه في رقبه الرائش الراشي الذي اعطى الرشوه لهذا المرتشي، واقول له انا لقد افسدت علي هذا الموظف وعطل عملي لانني لم اعطيه رشوه، وانت عندما اعطيته الرشوه يسر لك عملك وافسدت خلقه علينا، لانه ما عمل بعد ذلك الا عن طريق الرشوه. ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش. وهذه اللعنه تمنع البركه من مال الراشي او من مال المرتشي ومن مال الرائش الذي يوصل الرشوه بينهما. ماذا ايضا مما يضيق الرزق ويوسع الرزق؟ هذا مدار حديثنا ايضا ان شاء الله في تكملتنا بعد الفاصل. كونوا معي. اللهم وسع لنا ارزاقنا وبارك لنا فيها يا رب العالمين. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن سعة الرزق. اللهم وسع لنا في ارزاقنا واعمارنا واقواتنا واولادنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا يا رب العالمين. كنا نتحدث قبل الفاصل عن بعض من اشياء تمحق البركه من الرزق، وهي الخوض في اعراض الناس، وبالذات الخوض في اعراض العلماء، عدم التفاعل مع كتاب الله عز وجل، الاخلال من تلاوته، هجر كتاب الله سبحانه وتعالى. ايضا الظلم وانواعه العجيبه، عندما يظلم او نظلم من لا ناصر له الا الله، نظلم الضعفاء، نظلم الذين يعملون عندنا، نظلم سبحان الله الزوج يظلم زوجته، الزوجه تظلم زوجها، الاولاد يظلموا الاباء، الاباء يظلموا الابناء ايضا بان يميزوا ولدا على ولد او بنتا على بنت، او عدم وجود المحبه في البيت بين الاولاد وبعضها، الولد واخد جنب، البنت واخده جنب، البنت تميل الى ابيها وبنت اخرى تميل الى امها، ولد يبقى في حزب ابيه، الولد الاخر في حزب امه، وتنقسم البيوت الى احزاب، والبركه تقل وتمحق من البيوت بهذا المنطق. ويميز للاسف الشديد، نحن راينا في الحلقه السابقه قصه سيدنا يوسف كيف غار وحسد اخوه يوسف، هذا بيت نبي، عندما ميز يعقوب عليه السلام يوسف اني لا يحزنني ان تذهبوا به. يعني اذا القضيه ان نحتاط لمثل هذه المساله. وان احببنا ولدا وميزناه في البيت لا يكون هذا في الظاهر، وانما نسوي ظاهريا بين الجميع. ايضا بعض الصور العجيبه في مجتمعنا العربي الاسلامي ان ولد يكون عاقا، ربنا يهدي ابنائنا جميعا، فياتي الاب في حميه من الامر او الام ويكتب وصيه او يكتب في وصيته ان يمنع فلان من الميراث. هذا حرام. لماذا؟ عقوقه عليه، لكن عقوقه لا يمنعه حقا من حقوقه. ما تكتب هذا الامر، لا، هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك اب حتى وان كان الولد عاقا. سبحان الله، عقوقه ربما تكون انت ساعدته او ساعدته على عقوقه. لماذا؟ لانه ممكن الاب ينهى او الام تأمر والاب ينهى، ممكن الاب يقول شيء والام تقول شيء اخر، القلوب مش متحده. السوء الموجود في مال الشبهه، مال الحرام، كل هذا عدم احسان التربيه
خرج الولد عاق او البنت سبحان الله، فاذا بالام او الاب يمنع هذا الولد حقا من حقوقه، ومن منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه. صوره ايضا من صور محق البركه ان اللي رزق ببنات فقط يكتب كل ما عنده لبناته خشيه ان يرث احد اعمامهن. واحد من الاعمام يقول لا ده هو اصلا يعني للاسف الشديد غير حنون على بناتي، وما عنده لا حنان ولا عطف على بناتي ابدا، ده انا ان شاء الله بعد ما اموت ولن يسال على بنات اخيه، وانا اكتب كل العمارات والبنايات والمحلات والشركات والاراضي والاموال السائله وكله اكتبه لبنات الثلاث، ولا داعي لاحد من اعمامهن من اعمامهن يرث شيئا. هنا هذا ظلم. لماذا؟ لان انت منعت وارثا من حقه، ومن منع وارثا من حقه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه. هذه صوره من صور الظلم العجيب. ايضا من صور الظلم ان نزوج بناتنا رغم انفهن ممن لا تقبل البنت، او العكس، او نمنعها من الزواج ممن تريد اذا كان يعني كفء لها. لكن الاب احيانا يتعنت، الام تتعنت، هذا ليس من قبيلتنا، هذا ليس من عائلتنا، هذا دون المستوى، هذا كذا. بعض الناس اللي عندهم خلل في الدماغ ربما يجد ان هو لانه وهو ربما حصل على مؤهل عالي، لا ده في المرحله المتوسطه كان بيدرس في مدرسه حكوميه وليس مدرسه لغات مثلا. نرى هذه الصور التي تعبر عن الجنون او اللا عقل او الخبل العقلي. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، هذا بالامر، الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. لكن بعض الناس عندها خلل، سبحان الله، بعض الناس عندها خلل فيما نقيم من افراح ومن مآتم ومن مناسبات معينه، وننفق اموال طائله عجيبه سبحان الله في امور ما انزل الله بها من سلطان، وهذا سفه وهذا اسراف. والله سبحانه وتعالى يعني جعل المبذرين اخوان الشياطين. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. في الطرف الاخر ناس من البخل بمكان، انه لا بخيل على زوجاته، بخيل على ابنائه، بخيل على اولاده، بخيل بالكلمه الطيبه، بخيل بالمعامله الطيبه، بخيل بالمال الذي رزقه رب العباد، خير الدراهم ما انفقته على اهلك. يعني كل الصور هذه هي صور من الواجب يعني تمنع وتمحق البركه من الارزاق ومن الاعمار ومن الاقوال. ايضا اللي يبارك ويوسع في الرزق حسن الخلق. نحن لن نسعى الناس باموالنا، ولكن البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. يعني اتكلم معك كلمه طيبه، واذا اذا رايتك امامي تبسمت في وجهك، تبسمك في وجه اخيك صدقه. الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. ده في ناس عايشه تحت سقف واحد ولا يسلم بعضهم على بعض. وانا لا اريد من السلام كما اقول دائما سلام الاسنان البيضاء، لا، انا اريد سلاما حقيقيا، سلاما من القلوب، سلام سبحان الله لا نبحث عن عيوب الاخرين ونبحث عن ثغرات لنكبرها ونضعها تحت الميكروسكوب ونتهم الاخرين اننا ملائكه اطهار وان الطرف الاخر عباره عن شيطان مريد. لا، يعني قضيه التغافل، سنه التغافل هذه تقوم عليها الحياه كلها. سنه التغافل ما بين الاهل، ما بين الازواج، ما بين الابناء، ما بين الاخوان، ما بين الجيران، ما بين زملاء العمل، ما بين المجتمع كله. اتغافل عن عيوبك لان عندك 70-80% حسنات، اتناسى 20. نحن لسنا ملائكه، كل بني ادم خطاء، لكن كل واحد فينا لا يرى الا عيوب الاخر ولا يبحث عن عيوب نفسه. طيب اصلح انت عيوبك، والله عز وجل ان شاء الله قادر، وهو القادر سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ان يصلح لك عيوب الاخر. لكن انا اركز على العيب اللي عند الاخر وانسى 10 عيوب عندي لا اريد ان اصلحها ولا عندي نية للاصلاح. فاين حسن الخلق؟ كيف تأتي سعة الرزق؟ سعة الرزق لا تأتي الا بحسن الخلق. حسن الخلق بان اتغاضى عن الناس، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يكون قدوتنا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز يدوس الرجل على رجله في المسجد فيهب النائم ممسكا بتلابيب عمر وهو لا يعرف انه امير المؤمنين: أأنت اعمى؟ قال له: كلا. فغضبت الحاشية فقال عمر لهم: يسألني سؤالا أأنت اعمى؟ فقلت له: كلا. هو يسألني سؤال: هو انت اعمى لا تراني؟ اخذ على الناس سؤال. هكذا الانسان يبسط المسألة. وفيه ناس تقول: لا، انا لو تعاملت مع الناس بالخلق
الناس يعني يستضعفونني ويأكلوا حقي. من الذي قال ان حسن الخلق هو اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة؟ سبحان الله، من حلم الى تواضع. أرن جانبك للناس، سبحان الله، أرن جانبك لقومك يحبوك. سبحان الله، ذو الاصبع العدواني في وصيته ورجل جاهلي قبل عصر النبوة يقول لابني هذا: أرن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك. سبحان الله. اذا هذه وصايا جميلة جاء النبي ليتمم مكارمها صلى الله عليه وسلم. انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. واحنا مصابين باعاقات كثيرة في سلوكياتنا الاخلاقية. نتعامل مع الناس اننا افهم والغير لا افهم، انا عبقري والباقي اغبياء، انا الذي ادرك المسائل وغيري لا يدرك، انا انسان سبحان الله واسع الافق وهو ضيق الافق. هذه مصائب يعني تحيط بنا، ولا بد من اصلاح الخلل الخلقي حتى تتسع ارزاقنا. ايضا صفة رهيبة من ضمن سوء الخلق موجودة في الكثير منا الا من رحم ربي، صفة الكبر، التكبر على خلق الله. هذه تتكبر بمالها، هذه تعمل منظرة بزوجها الذي وصل الى كذا وكذا، تعمل منظرة بابنها الذي تبوأ مكانة معينة، هذا يعمل منظرا ان اخوه كذا وابنه كذا وابوه كذا او خاله او عمه. هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة. لماذا؟ لان التواضع هذه صفة خير الرسل صلى الله عليه وسلم، وكانت كل صفات المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا بالتواضع، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعفو عن الناس. سبحان الله. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. سبحان الله. فهؤلاء هم الذين حسنت اخلاقهم. فاللي حسنت اخلاقه ده هو انسان سبحان الله يوسع له في الرزق، لانه يرزق الرضا ويرزق سعة الصدر. اما الانسان اللي عايش على النكد وعايش على يعيش على يعني ان يمتص او يبتز عيوب الناس ويظهرها ودائما يوسعها ويكبرها، هذا انسان بعيد كل البعد عن حسن الخلق الذي هو ربع يعني الرسالة المحمدية. ويزكيهم الله عز وجل، هو الذي بعث في الأمين رسولا من يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكانت صفة التزكية والأخلاق هي 25% من مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقول لسفانة بنت حاتم الطائي لما وصفت أباها: وإن أبي كذا يصنع كذا ويصنع كذا، خل سبيل يا محمد. قال: والله هذه أخلاق المسلمين، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. احنا لو حسنا أخلاقنا نجد وسعت أرزاقنا، لو وسعنا صدورنا وسعت أرزاقنا، حصلت سعة في أرزاقنا. لكن ضيقنا التعامل ونظرنا إلى الناس من عالي وتكبرنا على خلق الله ولم نتواضع لخلق الله ولم نقبل الرأي الآخر، بل بالعكس لا نرى إلا أنفسنا. كل المسلمين إلا من رحم ربي، أغلب المسلمين إلا من رحم ربي، أغلب العرب إلا من رحم ربي لا يسمع إلا صدى صوته، هو يرى أنه هو ده السليم. سبحان الله. يا فلان تعاملك مع الناس ليس على المستوى، شارك الناس في مهماتهم، في أفراحهم، في أحزانهم، خذ بجوارهم. سبحان الله. اعفو عن مسيئهم، كن بجوار، احلم، كن حليما على من يجهل عليك. سبحان الله العظيم. اين هذا الخلق؟ نحن نريد سبحان الله العظيم ان نكون حتى كهذا الامير العربي معنى بن زائدة الذي راهن بعض الناس اعرابيا ان اغضب معنا، ان اغضبت معه فلك 100 ناقة. مجرد معا يقطب جبينه لانه احلم العرب. يعني ضرب هو الاحنف بن قيس في مسألة الحلم. فلما قفز الاعرابي بعد ان لبس يعني اعزكم الله جلد خروف وقلبه خلى الدماء من الخارج، وقفز على سرير الملك بجوار معا وتزحزح بجواره فتبسم معا. قال: يعني اتذكر اذ قميصك جلد كبش واذ نعلاك من جلد البعير؟ يعني تذكر ايام الفقر، وان معنى هذا امير ابن امير، يعني ما كان مرت عليه ايام فقر، لكن معنى اخذها على باب المدعم. قال: اذكر ذلك ولا انساه. قال: فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال: بفضل الله لا بفضلك. قال له: فمر لي يا ابن ناقصة بمال فاني قد عزمت على المسير. قال: اعطوه 1000. قال: عجبا ان هذا قليل واني لاطمع منك بالرزق اليسير. قال: اعطوه 2000 اخرى، 1000 ثمنا لما طلب و1000 شكرا لله على ان صبرنا على امثاله. انظر كيف وصل الحلم عند معنى بن زائدة ان لم يغضب ولم يستغضب. لماذا؟ لان الانسان عندما يترك نفسه للغضب يثور. وسبحان الله حتى لو كان في يده ملايين الاموال
تضيق وتنزع البركة، وسبحان الله. وأنا أهمس في قلوب رجال الأعمال في العالم الإسلامي والتجار في العالم الإسلامي أن يقللوا من الاقتراض ويعملوا فيما عندهم من أموال، وربنا سبحانه وتعالى يبارك، ربنا يضع البركة إن شاء الله رب العالمين. لماذا أنا أقترض أموال وأبات وأنا عندي هم وعندي غم أعمل عند من اقترضت منه دون أن أدري، وأعمل دراسة جدوى وأجيب المحاسبين وكيف نسدد هذا؟ لماذا نحمل أنفسنا ما لا نطيق؟ بالعكس، إحنا نعمل. معي 100 أعمل ب90، معي 50 أعمل ب40، لكن أملك 100 أريد أن أعمل ب700، معي 200 عايز أعمل أشتغل في ب2000. لا، هذا تحميل فوق الطاقة. هنا تقل البركة من الرزق طبعا، لأنني لا أرى إلا أنني قد يعني جاوزت الحد. أعود إلى القضية وأقول إن سعة الأرزاق تأتي أولا لأن نوسع صدورنا للناس، وأن نتقي رب العباد، وأن نمسك ألسنتنا عما حرم الله عز وجل، وجوارحنا عما يسيء إلينا دنيا وأخرى، وبعد ذلك نملأ قلوبنا ثقة في الله وتواضعا وخلقا حسنا وصلة بالله عز وجل وسكينة ينشرح بها الصدر وتسكن إليها النفس الإنسانية السليمة، وتصير نفسا مطمئنة تطمئن إلى موعود الله سبحانه وتعالى بالبركة في الرزق. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن يبارك وأن يوفق أبناءنا وبناتنا في الامتحانات، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعصمهم من شياطين الإنس والجن، وأن يزوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يصلح بين المتخاصمين، وأن يكرمنا رب العباد سبحانه وتعالى كرما من عنده. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اجعل مثوانا الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحم ميتنا واغفر لحينا، ووفقنا لما تحب وترضى. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اهد كل عاصي وتب على كل ضال، واهدنا إلى سواء السبيل. أنت مولانا ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذا اللقاء، ونلقاكم ان شاء الله. كنا من اهل الدنيا الاسبوع القادم باذن الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.